عليكم ورحمة الله وبركاته. التدخين واحدة من الحاجات المضرة جدا بالصحة، بحيث إنه بيضر القلب والرئة والكبد وكل أعضاء الجسم تقريبا. وعلى فكرة التدخين بيضر المدخن والناس اللي قاعدة حوالين المدخن كمان. إزاي بقى؟ ده اللي هنتكلم عليه في حلقة النهاردة. من غير كلام كتير، عايزك تنزل تحط لايك للفيديو ويلا بينا على الحلقة. أولا كده، إيه هو التدخين؟ هو عملية بيتم فيها حرق مادة التبغ من المدخن، وبحيث إن هو بيتذوقها أو بيستنشقها، وبينتج عن احتراق التبغ مادة اسمها النيكوتين. والنيكوتين ده ليه أضرار وفوائد كتيرة، ومن فوائده إنه بيساعد في إطلاق مادة الدوبامين المسؤولة عن الإحساس بالفرح، ولكن ده بيروح مع الوقت. عشان كده بتلاقي اللي بيشرب سيجارة بيبقى عايز يشرب واحدة واتنين وتلاتة كل شوية، يعني بتحس إن هو محرقة سجاير. ومن أضرار النيكوتين إنه ممكن يسبب زيادة في ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب وتضييق الشرايين وتصلبها كمان. وده يعطي تدخين التبغ من أكثر أشكال التدخين انتشارا، بحيث في أكتر من مليار وتلتمية مليون مدخن، ومعظمهم من فقراء العالم ومتوسطين الدخل. بداية التدخين بيرجع التدخين إلى أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد. وجد التدخين في العديد من الثقافات المختلفة حول العالم، وأشهرها ثقافة المايا والهنود الحمر. كانوا بيزرعوا أشجار التبغ وبيقطعوا ورقها ويلفوا زي السجاير كده ويدخنوه. أول ما اخترع السجائر هم الفرنسيين سنة 1840، وبعد كده انتشر التدخين بشكل كبير في أوروبا بداية من سنة 1880. والسبب هو حاجة واحدة بس، هو كان اختراع آلة لف السجاير وعلب الكبريت. تاريخ السجاير في مصر بقى، دخل التبغ في الأراضي المصرية الحبيبة في سنة 1601، وكانت أوراق النبات بتستعمل عن طريق المضغ قبل ما نشوف مكنة لف السجاير. أنواع التدخين بقى، في أكتر من نوع تدخين، منها السيجارة والشيشة والبنج والفيب الإلكترونية اللي هي الشيشة الإلكترونية. في شكلين للتدخين وهما السلبي والتدخين الفعلي. السلبي هو لما تقعد مع حد بيدخن وتتنفس الدخان بتاع السجاير، ويستحسن ما تقعدش معاه. أضراره بيزيد من فرصة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25%، وزيادة الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي. وليه أضرار كتيرة على الأطفال، منها إصابة الأطفال بالربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الرئوي وتلوث قنوات التنفس. دي أضرار بقى إيه التدخين الفعلي. وهو المدخن اللي بيشرب سجاير عادي جدا أضراره أشد من التدخين السلبي طبعا. ومن الأضرار دي مشاكل في التركيز، وأضرار على الجهاز العصبي، وألم في الراس زي الصداع وكده، وزيادة الشهية، تحس اللي هو بيبقى عايز ياكل كتير. إيه اللي بيحصل لك بقى لو أول مرة تكون بتدخن؟ أنا أقولك: انتشار خليط من الغازات حول العين والأنف والحلق، اللي بتؤدي إلى تسيب في الأنف، اللي هو هتبقى عايز تنف كده كتير، وعينك بتدمع، والشعور بحرقان في الحنجرة، مما بيسبب اللي بتلاقي معظم الناس اللي بتشرب سجاير أول مرة تلاقيهم بيقعدوا يكحوا كده كحة شديدة. في النهاية التدخين عزيزي المشاهد حرام شرعا في قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. لو في أي حاجة نسيت أقولها ما تنساش تقولها لي في التعليقات، ولو عندك أي سؤال قولي في التعليقات وبإذن الله هجاوب لك عليه. وبس كده، مع السلامة.